احنا في كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي طبعا يعني تأسست سنة 95 وتم استقبال أول دفعة سنة 96. كانت فيها 4 أقسام: قسم علوم الحاسب، قسم تكنولوجيا المعلومات، قسم نظم المعلومات، قسم بحوث العمليات ودعم القرار، وتم إضافة قسم الذكاء الاصطناعي في 2019 عشان النهضة الحديثة في عالم الذكاء الاصطناعي على مستوى العالم، وعشان مصر يبقى لها دور مؤثر في النهضة دي. الكلية أصبحت يعني نقدر نقول محل اهتمام من الحكومة ومن وزارة التعليم العالي ووزارة الاتصالات. ألقت علينا عبء، واحنا طبعا نتشرف بذلك، يعني ان احنا يعني نقدم خدمات طلابيه متميزه لابنائنا الطلبه، والهدف طبعا تخريج اجيال من المصريين يعملون في مجال الذكاء الاصطناعي، لان مجال الذكاء الاصطناعي يا اما نبقى مستهلكين لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي يا اما نكون منتجين. المنتظر من مصر انها تكون منتجه ل برمجيات الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته. الفرص المتاحة لنا طبعا واسعة جدا، لأن احنا عندنا عراقة في العملية التعليمية، يعني جامعة القاهرة من الجامعات المتميزة على المستوى العالمي. عندنا كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بتطلع مجموعة أبحاث متميزة في مجالات الرقمنة والذكاء الاصطناعي، ويمكن بيطلع من عندنا خريجين في الجامعات الكبرى بره، يعني صورة مشرفة لمصر. فاحنا عايزين نستمر على هذه الوتيرة ونحقق مراكز متقدمة يعني. جوه الكلية طبعا بالإضافة إلى الأنشطة المعروفة للشباب. طبعا الشاب هنا بيجي يدرس طبعا في الكلية المحاضرات والسكاشن والمعامل. عندنا أنشطة مرتبطة بالمجال نفسه، اللي هي الفرق اللي بتدخل المسابقات العالمية بيتم تبنيها من الكلية. بندخل احنا مسابقة عالمية في مجال البرمجيات كل سنة. يعني يمكن في أحد السنوات طلع من عندنا حوالي 600 فريق على المستوى المحلي. طبعا بيتصفى منهم مجموعة، بعد كده بيطلعوا على المستوى الإقليمي ثم المستوى الدولي. يمكن احنا قريب فرحنا إن الفريق بتاعنا حصل على مركز متقدم في المسابقة العالمية للبرمجيات. في عندنا فرق للأمن السيبراني بتدخل مسابقات، ويمكن حصلت على المركز الأول في مسابقة الفنية العسكرية السنة اللي فاتت، وبعض الفرق بتطلع في المسابقات عالمية. الكلية عشان هي كلية عملية بيبقى أحد من المتطلبات اللي لازم يجتازها الطالب قبل التخرج حاجتين مقررين. في مقرر اسمه التدريب الصيفي، ده بيبقى ما بين سنة ثالثة وسنة رابعة. ده بيطلب من الطالب ان هو يتدرب في شركة من الشركات الموجودة في السوق، وبيعمل عرض بقى لما قام بالتدريب عليه ويقيم على اساس هذا العرض يعني. ده ليه بقى؟ لاننا محتاج الطالب يحتك بسوق العمل قبل التخرج، ويربط ما بين الحاجة اللي درسها في الكلية واللي موجودة في سوق العمل. دي واحدة. الحاجة التانية بيطلب من الطالب في العام الرابع الفصلين الدراسيين ان هو يعمل مشروع التخرج. مشروع التخرج ده بيبقى عبارة عن خلاصة ما تم دراسته في الكلية وتوجيهه لتطبيق مجتمعي، يعني تطبيق يستفيد منه المجتمع. يمكن احنا بقالنا أكتر من 2 بنعمل معرض لمشروعات التخرج. في المعرض ده بنعرض منتجات الطلبة في مشاريع التخرج. بندعو في المعرض ده للشركات العاملة في السوق، وطبعا بنستفيد من التعاون مع وزارة الاتصالات، مركز الإبداع اللي هو
بجوار الجامعه، في ان احنا بننظم المعرض عندهم. فبتبقى فكره جميله، ملتقى جيد ما بين اساتذه الجامعه والطلبه والشركات والمتخصصين يعني في المجالات الحاسب. الموضوعات المشاريع يعني يمكن كل سنه بناخد مقترحات من الشركات، بنحدث فيها مجموعه مشروعات التخرج لكل عام دراسي. احنا محظوظين بوجود وزاره الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وزاره يعني من الوزارات اللي هي انا بعتبرها يعني استثنائيه في مصر من فتره كبيره. يمكن انا من الاجيال القديمه وعاصرت مركز المعلومات والدعم اتخاذ القرار تابع لمجلس الوزراء، ويعني شفت الحقيقه كانت النهضه مواكبه للعصر ولا زالت. يعني احنا كنا واحنا اول ما اتخرجنا كان يمكن كان في انطلاقه لعالم البي سي اللي هو الكمبيوتر الشخصي. انا كنت شايف ان احنا في وقتها يعني زينا زي اي دوله بره، يعني من ناحيه بنتكلم بنفس اللغه بنفس المضامين، عندنا شباب بتشتغل في البرمجيات اللي هي كانت تعتبر حديثه في وقتها. يمكن ساعتها مثلا كان الناس بتتكلم على التعريب، كان عندنا شركات بتقوم بتعريب الحاسب الآلي، فهم الكتابة. يعني يمكن دخلنا في تطبيقات ذكاء اصطناعي من وقت مبكر يعني. يعني اللي انا ملاحظه ان وزارة الاتصالات بتبقى دايما مواكبة. يمكن يعني احنا مثلا بيجي لنا بشكل سنوي بيطلبوا مننا قائمة بأسماء الأوائل عشان يدخلوا في البرامج اللي بتقوم بها الوزارة من ناحية التدريب أو التأهيل. بيساعدونا في موضوع التدريب الصيفي في مجالات جديدة ومتميزة زي مجال الأمن السيبراني. فالحقيقه في دعم غير طبيعي، يعني احنا محظوظين باحتضان الحكومه ووزاره الاتصالات على وجه التحديد. وزاره التعليم العالي طبعا بيبقى في خطوه بسيطه قوي ما بين الطالب اللي هو خريج الكليه وسوق العمل، وفي تجارب كثيره ناجحه يعني اثبت الطلاب اللي هم الخريجين ان هم ربما لقوا فرص عمل فور تخرجهم مباشرة، فرص عمل متميزة يعني، وبعضهم ربما لقى فرص العمل أثناء الدراسة يعني. وعندنا برضو طلبة نماذج أنا فعلا بفخر بوجودها في كلية الحاسبات جامعة القاهرة، اللي هم الطلبة المهتمين باستكمال الدراسات في الخارج والبحث العلمي. طلبة وهم في سنة رابعة جالهم موافقات على ان هم يكملوا ماجستير في دول اوروبيه زي فرنسا والمانيا وايطاليا. ده بنشوفه بشكل سنوي، فده يعني يعتبر شكل يعني ظاهره صحيه انا افخر بوجودها هنا في خريج الكليه. ف طبيعه الدراسه في الكليه وطبيعه الخدمات اللي بتقدمها الكليه بتخلي الطالب على يعني جاهز للعمل مباشرة، ما بيحتاجش وقت عشان ياخد خبرة زي بعض التخصصات الأخرى. للذكاء الاصطناعي دور كبير قوي في مجالات متعددة، يعني أبرزها اللي هو دوره في التثقيف والتعليم. هو يعني ظهرت في مجال التربية والتعليم أو التعليم عموما يعني باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي نظريات كتيرة اللي هي بيسموها التعليم اللي هو البيرسونلايزد، اللي هو الشخص المشخصن. يعني ايه؟ يعني ينفع اطلع تقنيه تعليم، تقنيه ذكاء اصطناعي تخلي الطالب يتفاعل مع الكمبيوتر كانه معلم، يعني يسال وهو يرد عليه، او هو يقوم بدور المحاضر اللي هو بيشرح محاضره، يصحح تمارين. فكرة انك انت تجيب محاضر بكاريزما معينة في الشرح بحيث ان هو يسهل الموضوعات الصعبة اللي هي زي الرياضة والحاجات اللي زي كده. يمكن استخدام التطبيقات دي في مجالات متعددة، تعليم الكبار، محو أمية، تعليم الأطفال، التعليم الجامعي.
فده المستقبل هنا واعد بالنسبة لتنمية القدرات اللي هي الأكاديمية لدى الطلاب. الكلية يعني أو كلية الحاسبات على وجه الخصوص، يمكن في السنة اللي فاتت ابتدينا سلسلة يعني في إطار قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة في الكلية، ابتدينا نعمل سلسلة بروتوكولات أو اتفاقيات تعاون مع جهات متعددة، أبرزها مثلا مكتب النائب العام والنيابة العامة. يمكن احنا بدأنا سلسلة دورات في استخدام الذكاء الاصطناعي في مجال القضاء أو في مجال المحاماة بصفة عامة. عندنا تعاون مع نقابة المحامين المصرية من خلال الوحدات ذات الطابع الخاص الموجودة عندنا، نقابة البيطريين. في تعاون داخلي كنا عملنا ما يسمى بالصالون الثقافي والعلمي. في إطار الصالون ده بنبقى نعمل لقاءات دورية مع قطاعات مختلفة من جوه الجامعة. يعني بدأنا يمكن مع كلية الآثار، عملنا ملتقى عشان استخدام الذكاء الاصطناعي في مجال الآثار، وحضروا يعني مجموعة من أساتذة كلية الآثار ومن المتحف المصري، ويعني كان لقاء يعني في منتهى الروعة يعني. بالإضافة إلى أن احنا عملنا لقاءات، يعني بنجري لقاءات مع كلية دار العلوم في مجال اللغة العربية. يعني احنا منفتحين على القطاعات الأخرى في الجامعة، وكلية الطب، كلية طب الأسنان، على أساس أن احنا بنبرز دور الذكاء الاصطناعي. والحقيقة يعني معظم الشباب المشاركين في المنتديات دي بيبقوا عايزين يعملوا حاجة فعلا متميزة تليق بسمعة مصر يعني ومكانتها. مفيش في الدنيا أغلى من وطن، ده الكل عندي. أول ما يقولوا مصر ألاقي نفسي أبكي لوحدي. أتحدى أنا أي حد يحبها في الكون ده قدي. مفيش في الدنيا أغلى من وطن، ده الكل عندي. أول ما يقولوا مصر ألاقي نفسي أبكي لوحدي. أتحدى أنا أي حد يحبنا في الكون ده قدي. هنحب مين غيرها؟ مصر اللي عايشين ننكرها، ولا حد غيرنا في تفكيرها. شايلة في همومنا على خيرها، بلدي بصحيح كتر خيرها. هنحب مين غيرها؟ مصر اللي عايشين ننكرها، ولا حد غيرنا في تفكيرها. شايلة في همومنا على خيرها، بلدي بصحيح كتر خيرها. يا مصر انت امي وانت ابويا وانت ناسي. في كل مكان بروح ويقولوا مصري رفع راسي. عاشق ارضك سماكي وحبي ليكي ده شيء اساسي. يا مصر انت امي وانت ابويا وانت ناسي. في كل مكان بروح ويقولوا مصري رفع راسي. عاشق أرضك سماكي وحبي ليكي ده شيء أساسي. هنحب مين غيرها؟ مصر اللي عايشين ننكرها، ولا حد غيرنا في تفكيرها. شايلة في همومنا على خيرها، بلدي بصحيح كتر خيرها. مصر اللي عايشين ننكرها، ولا حد غيرنا في تفكيرها. شايلة في همومنا على خيرها،
بلدي بصحيح كتر خير. احنا الكلية من الكليات الأم على مستوى الوطن العربي، هي كلية طبعا تطبيقية في المرحلة الأولى وما زالت تطبيقية فريدة من نوعها، بتضم تخصصات لا توجد في أي كلية ولا في أي جامعة أخرى. فيها تخصصات متعددة، هذه التخصصات بتخدم جميع كافة الخدمات والقطاعات المختلفة في المجتمع. عندنا قسم الملابس والنسيج، وده منذ القدم هذا القسم بيخدم كافة القطاعات والشرائح، وهنقول دلوقتي احنا دخلنا عملنا حاجات كتيرة جدا في القسم ده من أعرق الأقسام داخل كلية الاقتصاد المنزلي. قسم التغذية وعلوم الأطعمة هو قسم ليس وليد، ولكن طلع منه وليد جديد أصبح كلية علوم التغذية. استقل بنفسه هذا القسم، لكن احنا عندنا الطلبة موجودين فيه لحين تخريج آخر دفعة إن شاء الله بإذن الله، وبعد كده هيستقل في كلية علوم التغذية. القسم الثالث قسم إدارة مؤسسات الأسرة والطفولة، والقسم ده هو قسم خدمي في المرحلة الأولى، يعني بالدرجة الأولى هو قسم خدمي بيخدم قطاعات الأسرة، قطاع الأسرة وقطاع الطفولة. قسم الاقتصاد المنزلي التربوي، وده القسم اللي هو مؤهل، اللي الخريج فيه بيؤهل للتدريس بداخل المدارس، بيبقى مدرس اقتصاد منزلي. في القسم الخامس، وده القسم ده حديث، مش حديث هذه السنوات لكن حديث عن باقي الأقسام الأخرى، قسم الصناعات الجلدية. جميع الأقسام العلمية هي أقسام تطبيقية من الدرجة الأولى، يعني الطالب بيدخل فيها. احنا عندنا الدراسة بتكون في سنة أولى هي دراسة عامة وليست تخصصية في السنة الأولى، بيبتدي التخصص من الفرقة الثانية. الطالب بيدخل عندنا في سنة أولى بياخد مبادئ في كل الأقسام، بيدرس سواء كان مقدمة في الإدارة، مبادئ في العلم النسيج، مبادئ التغذية وعلوم الأطعمة. بعد كده حسب رغبة الطالب بيشوف هو ميوله إيه ناحية أي قسم، بيبتدي يلتحق بالقسم بداية من السنة الثانية، يبتدي يدرس ثانية وثالثة ورابعة في الأقسام العلمية. وبعد كده بيبقى في الأقسام دي كلها تطبيقية، بمعنى إن مش هتلاقي مقرر فيه إن هو مقرر نظري، لكن هو مقرر نظري يلحقه المقررات التطبيقية أو التطبيق العملي لما تم دراسته في المقررات. احنا بنحاول نتفهم طبيعة الطالب هنا جاي لي من المرحلة السابقة، مرحلة المدرسية، ببتدي أخده بيكون لسه عجينة لينة، فبحب إن أنا أتعرف الأول على ميوله واتجاهاته، بيحب إيه، بيتمرن ازاي، بيبقى عايز يخرج ايه، وببتدي اديله المبادئ الاساسيه وابتدي اعلمه هو حابب يكون ايه، يدخل ايه. فببتدي اتعامل معاه ان هو نبته صغيره. بعد ما بيدخل داخل القسم العلمي اللي هو بيرغب في الالتحاق بيه، ببتدي اعرفه ايه هو الطالب هيدرس ايه. الطالب هيتخرج هيبقى مؤهل ان هو يشتغل في اي مجال من المجالات، وببتدي أديله المقررات التدريسية أو المقررات اللي هي بتساعده على الالتحاق بسوق العمل. سوق العمل طبعا متغير طبعا للتغيرات الحادثة في المجتمع اتجاهات مجتمعية، تغيرات اقتصادية. احنا دلوقتي في عصر الرقمنة وعصر تكنولوجيا المعلومات وفي عصر التحول الرقمي، فده لا شك فيه ان احنا دخلنا وطورنا جميع المقررات بما يتناسب مع التحول الرقمي، بس ده لا يعني اختفاء الجانب اللي هو اليدوي، لأن لسه ما عندنا تقنيات ما نقدرش نستعملها في حاجات يدوية. يعني احنا بندور على الحاجة اليدوية طبعا أساسية لأن هي متواجدة، لكن في نفس الوقت احنا لازم ندخل التحول الرقمي والرقمنة. احنا بدأنا في قسم الصناعات الجلدية، في باترونات، في تكنولوجيا معلومات، في حاجات كتيرة جدا دخلناها طبعا للتحول الرقمي. كذلك في قسم الملابس والصناعات الجلدية والقسم الملابس والنسيج، الباترونات بقينا بنستخدم فيها دلوقتي التكنولوجيا، نستعمل فيها الذكاء الاصطناعي.
فبدأنا ان احنا نطور هذه المعلومات وهذه المقررات بما يتناسب مع متطلبات العصر. احنا بدأنا في مشروع المصنع الصغير، ودخلنا فيه واشتركنا فيه كجامعة حلوان من خلال الكلية بتاعتنا. كنا عاملين شراكة مع كلية الحاسبات والمعلومات جامعة القاهرة والاتحاد الأوروبي، ومن خلال غرفتي الصناعة الملابس والنسيج والصناعات الجلدية، والغرفتين دول تابعين للاتحاد الصناعات المصرية. ودخلنا فيه في المصنع الصغير، المصنع المفتوح، بالإضافة إلى مبادرة حياة كريمة. احنا الحمد لله كان لينا السبق في المشاركة في مبادرة حياة كريمة، وعملنا دخلنا في منطقة عرب راشد. عرب راشد من المناطق وأقرب المناطق إلى جامعة حلوان، وقدرنا نجهز ونشغل مصنع للملابس، وعملنا دورات تدريبية للسيدات الموجودين في هذه المنطقة ان هم ازاي يقدروا يصنعوا الملابس، وازاي ان هم يقدروا يعني يعتمدوا على نفسهم في هذا المجال. بالإضافة إلى احنا من خلال جامعة حلوان احنا بنعمل ملتقى توظيف الشباب. ملتقى توظيف الشباب هو ملتقى سنوي بيضم الخريجين وطلبة السنوات النهائية من كليات الجامعة، وبنستضيف فيها العدد الكثير وليس بالقليل من المؤسسات، أصحاب الشركات، أصحاب المؤسسات، أصحاب الأعمال. بنبتدي نشركهم معانا بحيث ان احنا ممكن يشوف الطالب والخريج ده، بنعمل لهم عقود مبدئية للعمل في هذه المؤسسات. احنا بنحاول نشرك مؤسسات العمل الخارجي معانا في وضع المقررات، يعني بمعنى بنروح نشوف المؤسسة أو الشركة سوق العمل طالب إيه، نشوف هو عايز الخريج يكون شكله إيه. يبقى لازم يكون في لينك بين الكلية وإدارة كلية ومقررات دراسية. احنا ما بندرسش كده، لازم يكون في توصيف للمقرر. هذا التوصيف بيجي من خلال سوق العمل، لأن أنا عايز أطلع طالب وخريج يدخل لسوق العمل بقدم واثق من نفسه. فما أقدرش أعمل كده إلا من خلال مساهمة سوق العمل من خلال أصحاب الشركات والمؤسسات.